انا ده اكتر وقت الناس بتحاول تصطاد فيه الزمالك. ايوه ليه بقى؟ اهلاويه وزملكاويه. ايوه ليه؟ معلش، الزملكاويه قبل الاهلاويه. الزملكاويه قبل الاهلاويه صح. عشان مره واحده في حد الانديه واقع فيلا ضحية. نروح نطش فيه. صحيح ضد. يا مساء الجمال على الشباب المتابعين الدائمين والمحبين لبرنامج قعدة كورة. أنا عارف إن الجمهور بيستنى حلقات، الجمهور طبعا الرسائل على تندر جاهزة، يعني نازلة نارية، عايزين حلقات جديدة قعدة كورة. نرحب بالكباتن، نبتدي بكابتن حسام حسني. حبيبي شرفني ومنورني. كابتن الله يكرمك يا عامل رب. إيه؟ الحمد لله والله. كله كويس؟ الحمد لله. يا رب. كابتن مصطفى الصحراوي. كابتن رقباوي شرفني عامل ومنورني ايه؟ والله العظيم. الله يخليك. النهارده عايزين نتكلم عن موضوع يخص جميع الفئه الزملكاويه والاهلاويه، الا وهي الزمالك الى اين؟ دي حقيقه، ده سؤال دي كل الناس بتساله. فاحنا دلوقتي جايبين معانا نخبه من جماهير الزمالك، هو كابتن حسام حسني وكابتن مصطفى الصحراوي، الله يخليك. ودول يمثلوا اكتر من 20% من جماهير الزمالك، وده نسبه اعتقد كبيره جدا. عشان نفهم الزمالك الى اين. الزمالك هيبقى زمالك وهيفضل هو الزمالك بمشاكله. لا هقول لك والله، هقول لك عشان بس اقول لك كلام مش بص مجاملات. بص انا سالتك السؤال مفتوح. هكمل كلام انا سالتك السؤال مفتوح وبعد كده ليه؟ قاطعني. انا سالتك السؤال مفتوح ليه؟ ليه؟ عشان انا عارف ان انت هتدينا الاجابه الصح، بس ارجوك والله اقول مش لك، عايزين هقول محاولات، لك عايزين كلام. والله اقول لك كلام اتفضل في الصميم منه. اتفضل. الزمالك هيفضل هو الزمالك. الزمالك هيفضل بمشاكله، بالقواضي اللي بيخش فيها، بالتعثرات اللي بيخش فيها. الزمالك هيفضل دي قصته، ودي دي حياته، ودي التحديات اللي بيعيشها. هل الزمالك على مدار اللي هتكلم في الوقت القريب، على مدار ال 20 سنه اللي فاتت، مش بيمر بنفس المشاكل، بنفس القواضي، بنفس المشاكل، بنفس كل حاجه، نفس اللي احنا فيه ده عصرناه السنه اللي فاتت، عصرناه السنه اللي قبلها، عصرناه على المدد اللي انا بقول لك. انت جيلك كله، يعني انت من ساعه ما كبرت لا حضرت فترات يعني ذهبيه شويه الحمد لله. بس في وسط العصرات اللي احنا فيها دي كلها كنا بناخد بطولات، نقع وبناخد بطوله، بنبقى في تحدي كبير قوي عشان ناخد بطوله وقت واحنا وحشين قوي. يبقى الجمهور هو اللي بيبقى داخل في تحدي، انا هاخد البطوله بأسوأ من اللعيبه اللي معانا دي. كان معانا لعيبه أسوأ من دي وكنا بناخد بطولات. فالزمالك هيفضل هو اسم الزمالك. وهاخد هنا كلمه كانت سمعتها من واحد اهلاوي اللي هو كابتن سعد الحفيظ، كان قال الكلمه دي الوحيده اللي ممكن اذكرها له في تاريخ كله معايا. اللي الزمالك تاريخ معاك، لا يعني باللي انا بشوفه على التلفزيون ولقاءاته وكل ده، هو قال كلمه واحده: اللي الزمالك هيفضل زمالك بسبب جمهوره وبسبب التيشيرت. هو ده الزمالك بدون اي بقى لعيبه، بدون الافراد الموجوده، الجمهور هو اللي هيفضل هو الدعم الحقيقي للنادي. نوصل بقى اللي احنا دلوقتي في اللي الزمالك بيمر بيه، مش جديد وهيفضل هو الوضع. معرفش هل الزمالك هيقع، هل الزمالك هيختفي، بس هو مش نفس الوضع. الوضع بقى اصعب. لا مش قصدي كده، يعني استنى خليه يخلص الحته دي بعد كده يعني مش بقطع والله، بس ماشي شاركني في الكلام. يعني انت دلوقتي عندك مشكله ماديه، تمام، بس انا حاسس انت في طريق ماشي فيه. يعني انت في ستراكشر موجود، في هنقول في شويه سيستم موجودين. انت اصلا بتحل مشاكل، يعني انت عندك مشاكل قيد بتحلها، تمام، مشاكل قديمه بتحلها، فانت اوريدي حل المشاكل كتير. تمام صح. المشكله اللي انت فيها دلوقتي هي مش مشكله ان الاداره خدت قرار مش سليم، انا قصدي مثلا يعني ما انت مش الاداره خدت قرار مش سليم مثلا فانت بتعاني. لا انت اوريدي عندك مشاكل بتحلها، وانت اوريدي في السنتين اللي فاتوا حليت مشاكل كتير قوي. بس انت حصل لك الدروب بتاع موضوع الارض اكتوبر والكلام ده. دي نقطه ممتازه، ودي اللي انا عايز اسالكم فيها بمنتهى الصراحه. خليني اذكر شويه حقائق من غير ما اجمل ولا اوحش الكلام. دلوقتي انا هذكر شويه حقائق من غير هذكر شويه حقائق من غير ما اجملها ولا اوحشها، واسالك سؤال بمنتهى الصراحه، والسؤال ده برضو ليك انت بعد ما نخلص. انا ما عنديش شك ان الزمالك يفضل زمالك، لان الجمله اللي كابتن سيد عبد الحفيظ قالها جمله 100% صح. الزمالك نادي كبير بجمهوره وبالتيشيرت بتاعه، وليه يعني فوق ال 100 سنه. يعني ما فيش حد يقدر يقول الزمالك ده هيختفي ولا هيندثر ولا هو ملوش لازمه، ما حدش يقدر يقول كده. خلاص، في نفس الوقت ما ينفعش اقول، وسيبني اخلص في الحته دي كلها، ان احنا لا احنا في وسط كل ده بنحقق بطولات، لان دي مش بطولات. ان انا حققت 2 دوري و2 سوبر و3 كاس غالبا في 20 سنه اللي فاتوا، او ما اعرفش الارقام بالظبط، لا يعني ابقى صلح لي الكلام ده ماشي. ودي مش بطولات تناسب حجم الزمالك. خلاص،
انا اكره ان انا اضحك على الجمهور، مش انت الاعلاميين الزملكاويه، ان احنا يا جماعه ما تخافوش احنا كده كده هنحقق بطولات لان احنا الزمالك. ده اول نقطه. تاني نقطه، برضه الزمالك ولا هيموت ولا اي حاجه ولا الكلام ده كله، بس انا شخصيا شايف ان الزمالك مجلس الاداره الحالي، انا هقول حاجات ليه وحاجات عليه وتخليني في الاخر انا واحد متفرج مش فاهم. مجلس الاداره الحالي دفع 6.5 مليون دولار من ساعه ما ابتدى في 23 عشان خاطر يحل مشاكل ليها علاقه بايقافات قيد وشكاوى في الفيفا، كلها ما حصلتش في عصره، اكيد كلها حصلت قبليه. تمام. المشاكل دي مش هو سبب فيها، ومن ساعه ما هو جه ما عملش مشكله، ما جابش حد ما دفعلوش فلوس ورفع عليه قضيه و خلاص. فكونه دفع 6.5 مليون دولار، ده فوق الربع مليار جنيه، خلاص، ده معناه ان هو عرف يحل مشكله كبيره جدا جدا جدا. خلاص، مشكله مش هو السبب فيها، اللي قبليه كلهم كانوا هم السبب فيها على مدار سنين، احنا بنتكلم في 10 سنين. من الناحيه الثانيه، في موضوع مثلا الارض بتاعت الزمالك، ارض الزمالك موجوده بقى لها فتره، والمشكله الرئيسيه ان ما كانش بيحصل عليها بنى برضو قبل مجلس اداره حسين لبيب، يعني الكلام ده مش هو السبب فيه. خلاص، ماشي. الراجل جه بمجلس ادارته، هقول بقى اللي واللي عليه في الحته دي، هو حل مشاكل كتير جدا، دفع الفلوس دي كلها، عمل استقرار لاداره الكوره بشكل كويس، بس برضه ما كملش بنى في الارض، هو كان عارف ان فيها مشكله. خلاص، وكان في انذارات الموضوع ده يحصل وهو ما استجابش ليها. عمل استراكشر بتاع الاداره الرياضيه بس ما كانش حاطط خطط لموارد تانية. فانا شايف ان هو يكلام ولكن الناس دلوقتي الزملكاويه غاسلين مجلس الاداره ده لدرجه ان هو بقى كانه سبب. هو لو فكرنا فيها ثانيه لورا، هو لو الراجل ده ما عملش الكلام ده الزمالك كان هيقفل بجد، يعني الفلوس دي كلها هتجيبوها منين؟ فانا بقيت متلخبط، هو الناس دي كويسه ولا حلوه؟ ابتدي انت. ماشي، من ناحيه الناس دي كويسه، الناس دي صرفت كويسة أو فلوس، كويسه او وحشه، الناس دي صرفت فلوس وسدت ديون وقفلت قواضي فعلا ما هم ما تحملوهاش. حتى المشاكل اللي هم دخلوا فيها بلعيبه جابوها ومشوها كانوا هم بيقفلوها بدري بدري، صح. وبتعمل انها تعاقب بالتراضي والموضوع بيتقفل. صح. من ناحيه الارض، دايما كزملكاويه بنتهم بنظريه المؤامره، صح؟ يعني ايه؟ مش فاهم. بنتهم اللي احنا عندنا على طول بنشوف اللي ليه مش عارف احنا ده بيجي علينا ده بالحكام والكلام ده، صح؟ احنا بنتهم بكده، بتتهم. بنتهم اللي احنا شايفين اللي احنا في نظريه مؤامره. ماشي. فانا بقى هقول لك في الحته دي انا شايف نظريه المؤامره ليه. انت خليتني اشوف نفسي في نظريه المؤامره. الارض دي بقى لها 20 سنه ملك نادي الزمالك، صح؟ انت جيت النهارده يوم ما النادي ده فكر يشتغل فيها بشكل فعلي، والنادي ده فكر اللي هو مش على بلان معينه، ده اللي هيبقى مصدر الرزق الوحيد للنادي اللي هيدخل له فلوس. رحت اوريدي اشتركت، عملت تعاقد مع شركه هتدخل لك، هتسوق لك العضويه. رحت عملت جزء من الارض دي هتدخل لك فلوس كتير قوي عن طريق استثمارات. رحت بعت مثلا لبنوك محلات من بره. وقت ما جيت اشتغلت ايا كان اشتغلوا ازاي عملوا ايه، دي اشياء انا ما اعرفهاش، دي بقى جهات تحقيق هتمشي فيها. انت جيت قلت لي انا هسحبها، انت ليه سبتني 20 سنه؟ انت ليه سبتني 20 سنه حاجه انا مهمل فيها؟ وقت ما قلت انا هشتغل وبدات وعملت اتفاقات وخدت فلوس وبنيت بيها ورحت اشتريت لعيبه بيها، رحت قلت لي انا هسحب منك الارض. هو انا هنا هبص لنظريه المؤامره. انت استنيتني لما اشتغلت ودخل لي فلوس قلت لي لا انا هسحبها منك. انت عارف هي اتسحبت ليه؟ انا اصلا لا، انا بس عايز افهم في الموضوع ده، مش بقطع. اللي انا عايز فهمته اعرف. اللي انا فهمته اللي انت دلوقتي كان في رسومات معينه اتفقت عليها مع الجهات المعنيه بالموضوع، وانت غيرت في الرسومات دي وما رجعتش. المفروض يعني الراجل ممكن يقول لنا اكتر، اللي انت لو غيرت اي حاجه في الرسم بتاع المكان اللي انت بتبنيه لازم ترجع للجهه اللي تاخد موافقاتك وحاجاتك. مش ده السبب. ده جزء لا، السبب اصلا بادئ من قبل كده، يعني ده في التحقيق حصل الكلام ايوه ده جزء، ما انا بقول بس جزء. السبب الرئيسي إيه هو؟ ان الارض دي مخصصه لنادي الزمالك. مخصصه يعني ايه؟ يعني انت مش شاريها بتمن بكامل قيمتها. خلاص، التخصيص لما بيحصل من الدوله يبقى قصاد ان انت تعمل حجم مشروعات معين في فتره زمنيه معينه. لا الزمالك لم يلتزم. لا 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 بالمشاريع لا لا لا, لا. ده السبب الرئيسي. لا والله. ده اللي تحتيه بقى فتح، والله انا بقول لك كلمه متاكد منها، ده السبب الرئيسي. الزمالك لم ينفذ المشاريع في الزمن المحدد ليه في وقت تخصيص الارض ده، فوقتها جاله انذارات بتقول له باشا انت ليه ما بنيتش؟ ما كانش حد بيرد. طب معلش، انذار في التاني. السؤال بقى هنا، في أنت عايز تكمل قرار، الحتة في دي؟ قرار طالع السنه. بص، ما احنا مش عاوزين نحرق في الحته دي عشان مش بتاعتنا قوي. هي اصلا هي في قرار واخدينه اصلا يا حسام، هو مشكله الارض هي لو قفل المشروع. ما انا هقول لك يعني هو ماشي كده. طب ماشي، انا هنسى الحته دي. اتفضل. هو الموضوع واقف على ايه دلوقتي؟ اللي الموضوع يتحول للنيابه. النيابه دلوقتي الموضوع ايه المفروض يحصل دلوقتي؟ ما هو أنا مش الموضوع في جهات تحقيق دلوقتي. ماشي، فهيحصل ايه او ايه؟ يا اما هيديك اكستنشن يقول لك باشا كمل بس هتدفع جزء، هتدفع يعني انت دافع مثلا مقابل الاستثمارات والفلوس اللي انت دفعتها
انت دفعت مبلغ معين 40 مليون على الحاجات اللي انت استثماريه اللي دخلتها، لا انت ممكن هتدفع مبلغ تاني زي ما بيقول لك اللي هو يديك اكستنشن في المده، صح؟ انك تبني في خلال وهتدفع رسوم ازيد تاني. يا اما هيقول لك مش انت برضه معاك بقى 20 سنه انت ما بتبنيش. بس انا هسالك يا كابتن رقبوي بالعقل، انت سايبني 20 سنه ليه وجيت النهارده بتقول؟ عايزني ارد بصراحه؟ هسالك، انا هرد في سؤال ليه يا عم، احنا ناس مهمله. ماشي. احنا انا ناس مش فاهم، فاشله. انا عايز اعرف هل انت، انا هسالك عشان تفهم الحته دي برضه وانت هل انت مقتنع ان الارض اتثابت 20 سنه ولما الزمالك ابتدى يقوم وعمل مشروع في حد دور ازاي ممكن اوقعه فلقى موضوع الارض ولقى انها بتعد في 1000 فرصه طلعها في الوقت ده وهي نظريه مؤامره، ام كان في مشكله في الارض وكانت بقى لها فتره بتعد وكان في انذارات بتيجي ومحدش كان مركز مع الموضوع وحصل الاثنين في نفس الوقت؟ عشان الاولى اللي حسام تبناها انا شخصيا مقتنع انها هتودينا حته نظريه المؤامره زي اللي انت هتخليني فعلا اقتنع ان انا بعيش وانا في مقتنع ان الزمالك من ضمن اكبر اسباب مشاكله هو ان انت نفسيا طول الوقت معظم الزملكاويه انا نظريه مؤامره انا نظريه مؤامره، عكس نادي تاني مش بكمل الاهلي، نادي تاني في العالم خلاص يقول لك انا بطل ما هيحصل مشكله هحلها. فانت مقتنع انها فعلا نظريه مؤامره وناس جايين دلوقتي لما لقوا الزمالك بيقوم عملوا كده ولا للطبيعي؟ بس انا بقول لك انت هتخليني ادخل نفسي. ما هو اللي انت بتقوله ده يا حسام معناه ان انا المفروض ما عاملكش بالقانون عشان او عملتك بيها تقول لي دراسات مؤامره فانا هديك ههدى شويه. طب اسمع نظريه صحار. طب خلينا بس نقول حاجه يعني مش عايزين برضو نضحك على نفسنا يعني. ماشي. القانون بنقدر نتصرف معاه. لا اسمعني بس. انا طبعا بعتذر. دي جمله تحمسنا. بعتذر. دي جمله يعني ما تجيش تبيع لي بيعت ان تم تطبيق القانون وتم تطبيق العداله. لا هبيعها لك طبعا. انا مش قادر اخدها بالسكه دي. طب هقول لك. طيب المجلس ده بقى له سنتين صح كده؟ سنه ونص. هو من سبتمبر. قول سنه ونص يعتبر سنه ونص. قول سنتين يعني. قول سنتين. طب هو ابتدى فعليا نتكلم ان الارض هتبدا يبقى فيها استثمارات وشغل والكلام ده من شهر 4 اللي فات. يعني احنا بقى لنا 6 شهور. يعني انت ابتديت تقول يا جماعه انا الارض دي هشتغل عليها و من 6 شهور. طيب فانت في حسن نيه اهو. في حسن نيه. طب معلش ممكن اضيف لك حاجه؟ اللي كل حاجه بتاعت الملاعب وانت كنت باني بيها الحاجات دي كلها دخلت مصر اصلا. ما هو انا هقول لك على حاجه بس انت في حسن نيه ظهر من 6 شهور بجد. وبناء على ذلك اخذت خطوات وفي استثمارات جايه وفي اتفاقات وفي ديلز وفي ما الى ذلك. انت لما تيجي تعمل خطوه زي انك انت توقف كل الكلام ده خلاص ببعت انذار ببعت الثاني اتبعت فين الكلام كل ده اتبعت. يعني انت عايز تقول لي ان في ال6 شهور دول حصل الكلام ده؟ وعلى فكره الكلام ده مش بتاعي. طيب ما هو الانذار اتبعت وانا شغال باشا. ده زي كده لما تكون الشقه مش مرتبه وانا برتب الشقه. ما كانش في شغل في الارض. لا ما كانش في شغل في الارض. انت اللي بتقولوه ايه؟ ان الناس اتبعت تشتري حاجات. ده حصل. بس عايز تعرف معلومه ثانيه. مرتضى منصور معاه ورق بيقول ان هو راح يشتري حاجات برضه عشان الارض. محتاجين دلوقتي بقى الخطوه اللي جايه. ايه بقى الخطوه اللي جايه؟ الخطوه الجايه حسب ما انا بسمع يعني في التلفزيون ان احنا ورقنا سليم وان احنا عندنا وجهه نظر ومقدمين المستندات وما الى ذلك. فانا اتمنى من الله، ما هو ده اللي ما عنديش حل غير كده، اتمنى من الله الارض ترجع تاني والدنيا تشتغل. ولو كان في تباطؤ، لو كان في موافقات ما اتخذتش، واكيد في غلط، خلينا نعتبر ان اكيد في غلط حصل، ما احنا اكيد واضح اكيد في غلط تم. مجلس اداره الزمالك اكيد في غلط تم. مجلس اداره الزمالك ده عمل حاجات كويسه ولا وحش؟ الناس ليها حق انها تهاجمه للدرجه دي ولا لا؟ طيب بص هقول لك على حاجه. المجلس بالحقائق اللي حكيناها ماشي. المجلس عمل حاجات كتير قوي كويسه في الجزء المادي. المجلس عمل شغل ممتاز، بس نتيجته مش هتظهر النهارده، نتيجته تظهر معايا كمان 2 3 4. ما هو ده الغلط. نتيجته كانت هتظهر النهارده لو ما كانش المجلس عمل كده. يعني بالظبط. ايوه كان هيحصل الغرامات دي والكلام ده كله. انا قصدي الايجابيه اللي هتظهر من المجلس بيعمله دلوقتي انت ما تدورش عليها النهارده. يعني ما ينفعش سذاجه كبيره جدا لما اجي اقول للمجلس هو انت ازاي بقالك 2 سنين وعندك مشاكل ماديه؟ انت كده حضرتك مش فاهم اي حاجه. صح. خلاص. فانا النتيجه هتظهر كمان 2 كمان 4. لما كمان 4 سنين يا جماعه انا كانت نزلت 80 90% من الغرامات والمخالفات اللي عندي كده، الله ينور. فما تجيش تقول لي لا المجلس في الحته دي مقصر. طيب انا عتابي ايه مع المجلس؟ انك انت مش واضح في الخطه بتاعتك. يعني انت بعت لي بيعه، انا اي لعيب هجيبه يا مدام لميس هجيبه، ما تكبريش في دماغي. شيكات مفتوحه خلاص، شيكات مفتوحه خلاص. لو المركب مش عارف ايه هنعمل لها ايه اخدت السوبر من الاهلي فتحت صدرك انا اكبر قلعه رياضيه في مصر. كلام جميل وقول اللي انت عايزه، بس انت ليه بتفتح فتحه الصدر اللي مالهاش لازمه دي؟ خليك واقعي يا جماعه. انا كمان 4 سنين المغاربات هتنزل من 600 مليون
ل 50 مليون، ابقى انا فاهم البلان اللي احنا ماشيين عليها. لكن احنا النهارده انت عارف احنا هنخلص مشاكلنا امتى؟ لا محدش يعرف. طيب محدش عارف. بالعكس انا دلوقتي مع ان انا كده قايل لك من الاول ان الزمالك مش هيحصل له حاجه، بس الحاجات اللي بتحصل في الزمالك دلوقتي انا مش فاكر انها حصلت قبل كده. ان في فرق ما تروحش تلعب ماتشات وماتشات تتلغي عشان الزمالك ما راحش عشان ده خاطر إيه ده؟ الفلوس. في ماتشات كره يد حصلت. ايوه في مشكله مشكلة اليد الهاندبول، هي دي نتيجه المشكله اللي احنا دي فيها حاجه دلوقتي. جديده. ماشي. النقطه الثانيه، انت برضه عملت، هتكلم فنان شويه، انت عملت بعض مشاكل في الصفقات. يعني انت عندك مشكله في العمله الصعبه. في كام لعيب جم في السنه ونص السنتين اللي فاتوا انت في خلال ما كملوش معاك 3 4 5 شهور، حد زي مشلاك، حد زي كام لعيب كان موجود ما كملش معاك. فانت المفروض تبقى حذر جدا وانت بتجيب اي لعيب بتديله فلوس كتير. دي من الغلطات اللي حصلت. تاني حاجه اخيره عشان لو كده عايزين تكملوا، انا محتاج ابقى واضح في ان انا بطولاتي هيبقى شكلها عامل ازاي. يعني ما ينفعش اقول انا بلعب على كل البطولات. ماشي، ما هي الجمله دي هل مانشستر يونايتد بيقولها؟ مفيش حد بيقول. يعني هل مانشستر يونايتد السنه دي بيقول يا جماعه انا هاخد الدوري الانجليزي؟ لا. ليه؟ بس هو هل ده تصغيرا لمانشستر يونايتد؟ لا. هل ده معناه ان المسؤولين في مانشستر يونايتد مش حاسين بالحجم الحقيقي بالظبط. للنادي؟ ده اللي انا قصدي عليه. انت محتاج تقول لي صريحا يا جماعه اعذرونا لو الدوري احنا هنلعب على الدوري. بس ما ينفعش اقولها، ما ينفعش هو اقولها. هي دي المشكله. كيان نادي لا لا بس ازاي أقول يا لك حاجة. حبيبي؟ لا ما ينفعش لا ما هو ده أقولها. الغلط يا ليه بقى حبيبي. انا بدي العذر للعيب اما يجي يبقى فيه اخفاق؟ انت اديته العذر اوريدي لما طلعت بيان ده غلط في اللعيبه على استحمالهم على هم الفلوس. ده استحملوا غلط، الفلوس ده قدام غلط، ده كارثي، العالم. ده كارثي، دي حاجه حسام، كارثيه. ايه العيب لما اقول يا جماعه انا بلعب على الدوري بس انا التارجت بتاعي ان انا موجود في افريقيا السنه الجايه؟ طب ما ده تارجت ما للعيب. ينفعش اقول كده. هم لو انا ما ايه؟ ينفعش اكون في العالم هو بقول ده تارجت يا حسام. ايوه يعني هو اصلا تارجت انت حاليا اصلا مش عارف توصل. انا كده برفع الضغط عن الجميع يا حبيبي. لا ازاي؟ صح. برفع الضغط حتى عن الجميع. هل برشلونه في اخفاقاته اللي كانش معاه فلوس وي كان بيطلع يقول انا مش عارف اعمل برشلونة قعد. برشلونة مشكله يا جماعه المادية يا جماعه ماشي. برشلونه في ال10 سنين اللي فاتوا في سنتين لعب يوروبا ليج. والله انت عارف. متخيل أه. برشلونه لعب يوروبا ليج، كان بيخش المجموعات بيطلع ثالث ويروح يوروبا ليج لما كان لسه النظام عادي. لو يحصل لك بس دروب كان معروف. بتعمل داون جريد الاكسبكتيشنز طيب ممكن بتاعتك. اقول لك حاجه بمناسبه ارض اكتوبر اللي انت برضو الناس بتقول هي مش دي المحاياه بتاعت الزمالك، لا هي من جزء كبير جدا من محاياه لا الزمالك. هو كده كده الارض دي متاخد على حسها فلوس وحاجات ايوه ساعد الزمالك عشان كده هي مشكله. وانت راهنت عليها ودي مش حاجه عيب. لا اما دي بقى انا عايز اقول هو حاجة. العيب التاني اللي انت بنيت حياتك على مصدر واحد. دي لازم مش- يكون عندك بلان 1 بلان 2 بلان 3. مجلس اداره الزمالك دخل، انا اعتقد من وجهه نظري يعني هو عارف ان في مشاكل ليها علاقه بالفلوس وعمل لها بلان كويس ان هو يعملها. والدنيا مشيت بالمجلس الاداره ان هو شغال كويس بلس بدعم من ناس زي ممدوح عباس وغيره. خلاص. ولكن في لحظه معينه الزمالك حس فيها ان انا خلاص فقت. ماشي ايه خلاص فقت. فنيا يعني لا مش فنيا، كنادي عامه خلاص انا عارف احل الدنيا فخلاص فقت. مش مشكله ان انت لما تبقى عارف انت بقالك كتير بتقع بتاخد وقت كتير عشان تطلع. لما تقع بقالك كتير وتبتدي تطلع ما ينفعش تقول خلاص فوق. انا شايف ان دي مشكله اللي مجلس الاداره وقع فيها، ان هو مره واحده حس ان الدنيا تمام التعافي ما بيجيش بسهوله، التعافي بالظبط. بياخد وقت. فهو ما فكرش فيها كده. يعني هو انا شايف انه كان ماشي صح بس في نص ممكن اقول غروره اخذ ده المجلس حصل، الاداره. ده حصل طبعا. لان هو راح قال لك ايه، انا راهن بفلوس على ارض ابعادها القانونيه مش محسومه. ده رقم واحد. بس رقم اتنين اخذ قرارات مش دايما ماشيه في صف الناس اللي بيدعموا النادي في الوقت ده من غير ما يكونوا في اتفاق مشترك بينهم يعملوا ازاي. فدخل الناس ترفع ايديها. صح. خلاص. رقم ثلاثة انت عندك مشاكل هتحصل قدام. هل وانت بتخطط لصفقاتك عملت كده؟ هل وانت بتخطط الاداره الماديه عملت كده؟ يعني انت المفروض تبقى عارف ان انا عندي مشاكل هتيجي من هنا او هنا او هنا فابتدي اتصرف قبل ما اعمل حاجه. لا انت ما حطيتش في لكن حسبانك. انت عملت حاجات وما عملتش الحل المشاكل دي. فانا اعتقد ان هو كان ماشي بشكل كويس جدا ولكن في لحظه الغرور خده. والغرور ده انا بقى مشكلتي في الكلام ده كله ايه؟ ان في يوم اطلع اقول انا اكبر العب رياضيه في مصر وانا هعمل وهعمل وهعمل وعندي شركات مفتوحه مش عارف ايه، سيبك من الكلام. وتاني يوم اقول يا جماعه انا بموت وعندي نظريه مؤامره. انت هنا بتضلل الناس. انت بتتكلم على تصريحات طالعه من مجلس تصريحات اداره. بالظبط. ماشي. دي تضليل الناس. اما هو انت ولا نفس- ما قلت الحقيقه هنا ولا قلت الحقيقه هنا. انت هنا ما كنتش كويس قوي وهنا ما كنتش كويس قوي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان مشاكل الزمالك فعلا كانت اكبر من كده والناس ما ادتهاش قيمتها الحقيقيه. ستيل هو ده احسن مجلس اداره جه في الزمالك خلال ايوه طبعا. ال 30 سنه اللي فاتوا. ما فيش حد 25 سنه اللي فاتوا. كتير قوي 25. لا 25 خلينا نتكلم لحد مثلا 2004 ايام كمال درويش بس. لا بس انت دلوقتي يا حسام مفيش حد دلوقتي انا شايف ان هو هيدي بيرفورمانس احسن من الناس الموجوده. خلاص ما انت ما انت ما ينفعش دايما تبقى شايف
ان الحاجه اللي مش عندي هي احسن حاجه. انت دايما شايف ان انت اللي ماسك النادي، حسام لو مسك كان هيبقى اكيد احسن من ده شعور دايما عند البني ادم، الحاجه اللي مش في ايدي اكيد هي احسن من الحاجه اللي معايا. اخش اعملها. خلاص. طيب انا عايز اقول حاجه اتفضل. بجد في الموضوع ده. انا مش خايف على الزمالك خالص بجد، انا عارف ان هو يقوم، بس انا شايف ان ده اكتر وقت الناس بتحاول تصطاد فيه الزمالك. ايوه ليه بقى؟ اهلاويه وزملكاويه. ايوه ليه؟ معلش، الزملكاويه قبل الاهلاويه. الزملكاويه قبل الاهلاويه صح، عشان مره واحده في حد الانديه واقع فيلا ضحية. نروح نلطش فيه. ضحيه نضبح فيه. وانا رايي والله انا اهلاوي بقول رايي ده، ان جماهير الزمالك المفروض هي تبقى واعيه تفهم ان يا جماعه لا احنا عملنا حاجات كويسه، ما ننساقش ورا للاسف ناس زملكاويه او ناس اهلاويه موجودين برضو، ونرد الكلام ده كله ونفهم ان احنا وضعنا حالي ايه. صح. بص يعني فجاه مره واحده معلش يا لا صحابي، لا خش. فجاه مره واحده كله عاوز يقدم شكاوي، كله يكلم الانديه اللي انت مشتري اللعيبه منها، الاخبار الصغيره ايوه تطلع. بتعمل بوم. انت كل شويه منين؟ اول ما الزمالك خسر ماتش الاهلي تمام اوبا كل اللعيبه انا عارف ان انت ليك فلوس، بس انت بتجيبه منين وقت تكلموا كل الانديه وتجيب نادي في البرتغال وتجيب نادي في اوكرانيا؟ انت بتكلموا كل عشان دي ضحيه اللي انا هجيب منها اخبار. ودي الحاجه الوحيده اللي كانوا فاشلين فيها اول ما دخل جون. صح. ما كانش حد عارف يجيب خبر. جون ده ايوه بيتكلموا عادي مستر جون اول ما جبت مدير رياضي وعمل وقفل على النادي انت مش عارف تجيب خبر. فدلوقتي انا معايا ضحيه عارف ادبح فيها كل شويه فبجيب اي خبر انتش فيه. وخلي بالك في ناس كتير زملكاويه من الناس القديمه مش عاجبه ان جون ادوارد موجود، مش عاجبه السيستم اللي موجود. هو بالنسبه له النادي ده بتاعي. انت مراتك جايب واحد من بره النادي ممسكه الشؤون اللي ماسك الاداره الرياضيه في النادي وهو الامر الناهي، ففي ناس متضايقه. انا عندي فاصل كمان شويه فعايز اسال سؤال اتفضل. اخير. عندك روشته علاج لا تتضمن ان انا اطلع اقول احنا مش عارف كام مليون زملكاوي لو كل واحد دفع 5. لا انا دي مش مع الروشته دي خالص. عندك خالص. روشته علاج حقيقيه؟ بص هو انا مش في موقع الاداره عشان اقدر اقول حل، يعني انا مش شايف الاوراق او شايف الوضع اللي عايش فيه النادي عشان اقدر اقول حل. يا ريت كل الناس زيك اعترف ان انا مش ملم بالوضع، اقول انا عندي ايه وما عنديش ايه. بس ممكن تقول نفسك في ايه؟ انا مش عايش في بيتك عشان ادير بيتك. نفسي في ايه؟ نفسي ان النادي ده اشوفه عادي طبيعي جدا عايش حياه عاديه، يعني الجمهور يستحق افضل من كده، يستحق اللي هو يبقى عايش في استقرار احسن من كده. انت معاك جمهور اوفى جمهور ممكن تشوفه في حياتك مع احترامي لاي نادي، بس انا بشوف ان الجمهور الزمالك ده والله وافي جدا، بيقف ورا النادي في الصعاب بتاعته اكتر من في الفوز بتاعه. فاتمنى ان اشوف الزمالك يا رب ما يخشش في الدايره المظلمه دي تاني. هو مش هنقع ومش هنموت، هناخد بطوله، هنرجع احسن من الاول، وما بنرجع بنخش في تحدي مع نفسنا احسن من الاول. فربنا يعطينا على خير الفتره دي ان شاء الله. تمنياتك او روشتتك ايا كان انت ايه اللي تعرف تقوله في الزمالك؟ روشته نادي الزمالك. انا هكمل على نفس كلام حسام، انا ما قداميش كل المعلومات فمش هقدر افتي يعني قوي، بس انا ميدو قال جمله حلوه قوي سمعتها من يمين. قال لك انا اشتغلت في النادي لعيب واشتغلت مدرب واشتغلت مدير كوره واشتغلت مدير رياضي واشتغلت مدير تعاقدات. قال لك نفسي اشتغل في الزمالك وهو نادي طبيعي. يعني ايه نادي طبيعي؟ يعني نادي معلوش فلوس، مش قاعد بيتخانق ده مع الجهات التانية، نادي عادي جدا ما عندوش اي مشاكل. يعني دي نقطه على جنب. طيب ايه اللي قال لي انا نفسي فيه؟ ان المجلس يتصرف ويحل مشكله ارض اكتوبر. ده الحل لازم تحله دلوقتي، مع تحاول تشوف اي استثمارات تانية تحاول تشتغل عليها. ده بالنسبه لي الاوبشن اللي ممكن يبقى موجود. تحاول تقلل الفلوس اللي انت بتدفعها. انت عامل كده في المدرب. لعيبه اجنبيه مش لازم يبقى عندي 3 4 لعيبه اجنبيه. يعني انا واحد زي شيكو بانزا لو مش موجود مش هخسر حاجه. انت فاهم قصدي؟ لو اقلل اجيب الاجنبي 1 أو 2، لكن مش لازم يبقى عندي 5. ماشي بس يعني ده وجهه نظري. لا تمام كده. طيب انا عايز تقول حاجه؟ عايز اقول حاجه بس حاجه صغيره بس معلش. اتفضل. لا بص عشان تقليل حجم مشكله النادي اللي عندنا دي انا ممكن الغيها. ماشي فكم بس عشان ما عندي خلص كم. لا انا دي ممكن نلغيها عشان فتره. بس حته تقليل حجم مشكله الارض معلش هو برشلونه الموضوع الارض ده مش فارق معاه، موضوع الملعب. لا انا واخد ليه؟ لا احنا حبايب. لا ليه انا واخد نفس اللعب الكوره. ليه برشلونه مش عنده مشكله؟ ايوه طبعا بسبب الملعب، ما بيعرفش يسجل لعيبه بسبب المشاكل اللي عنده مشكله كارثيه. ماشي عنده مشكله وبيتكلم عليها بمنتهى الوضوح جدا، وبقى له 11 سنه ما خدش الشامبيونز ليج. وده حاجه صعبه جدا في برشلونه في اخر 25 سنه. حجم برشلونه ايوه في اخر 25 سنه دي بالنسبه لهم موضوع كبير قوي، وده عادي جدا. عنده مشكله ماديه تاثر عليه، بس ممكن هم يكونوا بيتكلموا بشكل اوضح صراحه جدا. يقول لك انا مش هسجل اللاعب الفلاني عشان انا عندي مشكله، انا مش عارف افتح الملعب بتاعي عشان انا مش عارف اعمل ايه فيه، انا همشي ميسي عشان بالظبط. هو ده برضو مشكلتي مع الاداره. انا لازم اطلع اقول انا السنه دي انا مش هجيب لعيب، انا مش هعمل اي حاجه، استحملونا واحنا مع بعض. مش هقول انا مش هلعب على بطوله معلش، بس انا السنه دي مش هجيب لعيب،
انا السنه دي اللي انا اتمنى ان الزمالك برضو يبقى فيه الوضوح، يقولوا في 1 2 3 4 انا السنه دي مش هعمل، انا السنه دي خطتي كذا، خطتي كذا، انا الانفاق بتاعي كذا. انا كوادر شابه تبقى فاهمه. مشكله الزمالك اللي ما عندوش كوادر، ما بيبنيش اي كادر في اي حاجه، دي مشكله مصر الزمالك. كلها عامه، مشكله كل الانديه. لا هقول لك على حاجه، انت بتجيب الكادر، ما هو حسام انا بس مش عايز اطول، بس انت الكادر بيجي منين؟ من لعيبه عندك نجحت فبتبقى كوادر. انت في اخر 20 سنه مين الكوادر اللي عندك؟ ما عنديش. مش كل لعيب شاطر ينفع يبقى مدير شاطر. لا بس انت عندك يعني مش الاهلي عندك في مثلا محمد شوقي، في شيتو، في وليد صلاح الدين، في خالد بيبو، في حسام غالي، في وليد سليمان، في سيد عبد الحفيظ. انا ممكن اقول لك 15 بني ادم كاليبر يبقى كادر في نادي الاهلي. كان الزمالك ده الزمالك كان بيعمله فين بقى زمان. الكلام ده؟ انت ما عندكش ولا كادر. انت عندك في اخر 20 سنه طارق حامد مثلا، لو اعتبرنا ان هو كادر ينفع في اداره، بسبب انك انت قعدت 20 سنه في ظلام حاجه اسمها ايه، كاحل اسود، ظلام شديد، ما طلعلكش اي كوادر. انا اعتقد ان اللعيبه كلها تعبانه. ان انت دايما كنت في خناقات داخليه مخليه ان في فرق كتير جوه النادي. طبعا. طيب خلاص طيب انا عايز اقول حاجه لحضرتك بس حسام ومصطفى ناس زملكاويه اعرفهم بقالي سنين، هم ناس زملكاويه قلبهم وبيحبوا النادي بجد، وكل كلمه هم قالوها من قلبهم، وانا عارف ان هم يكونوا بيتكلموا هم محروقين من قلبهم الله يخليك عشان خاطر النادي اللي هم بيحبوه يعني. انا اهلاوي، بس انا بقول الزمالك يمرض ولا يموت، وانا لا اتمنى ان هو يموت، واتمنى ان جمهور الزمالك كله يبقى واعي انه ما يخليش الموضوع يبقى مؤثر لدرجه ان الزمالك يبقى بيحارب على جبهات كتير منها الجمهور نفسه. احنا ناس واعيه وفاهمه يعني، ونتعامل ده يحصل. شكرا جدا، نورتونا. سلام.